راهو يمدح في المغرب، لازم هذا يطرد من المغرب والجزائر تجيبوه باش يتحاسب ويدخل الحبس. واش دار حكيم؟ إلا بيبلي ان بوست بلا فوتو تاع بولبينا بالهدف، قال لك بولبينا صحابه راقدين في الفندق وهو او يتكلم بالتليفون. حاله كبيره هذه مصطفى. سي تري كراف واش صرا. الوغ كو هو ما دخلش ميم با لوتيل، ما يقدرش يدخل لوتيل، ومعلومه كاذبه 100%. حتى بابا بولبينا مسكين دار تكذيب، يعني دار تكذيب وقال لهم يا ولي، قال في البوست هذاك يا وليدي ما تخافش، اعداء الناجح هذو مازال يكونوا انت يا سيريو، انا ربيتك على بال بليك في الفريق الوطني راك كونسونطري. بالمناسبه بولبينا تزوج مؤخرا. نعم. وشوف يعني واش راهو يصرا حكيم. علاش حكيم سيد نوفو ماريا تلقوه حكيم علاش يصراو هاد الشوفات لا في دو ماتش، وكان ما عندك سوء النيه. واش تربح دوك كي دير هذه المعلومه الخاطئه؟ مصطفى دور من الان؟ دور شوف، انا نطلب من وزير الاعلام يدير تحقيق على هذا الشخص المنتحل لصفه الصحفي، هذه وحده. نطلب من رئيس الفيدراليه ان يودع شكوى بمحاوله تحطيم الفريق الوطني على بعد 24 ساعه من مقابله هامه. هنا نغلق القوس. طيب ماشي مليح، انا جاي لك عاود سؤال. مادام خلقت لنا هذا الموضوع، من السيء ان تحدث مثل هذه الامور وانت مقبل على مباراه مهمه، انت في افتتاح كاس افريقيا، صح؟ والله انا مستغرب بصراحه. انا فاجأني مصطفى لانه لم اقنع. انا سامع بها مصطفى واش يهضر، يعني والله يعني حشمان على روحي، حشمان توصل لهذه الدرجه. واحد كيفاش يقولوا، ما نقدرش نسميه، كيفاش نسميه هذا الشخص هذا. نعم. ياخذ يدخل وعنده الباج ويدخل نعم. وين ما يدخلوش الصحفيين يدخل، ودوا يكون في المنطقه المختلطه ويكون في شوف، انا نقول له منا نوجه نداء الى الزميل المكلف بالاعلام لدى الفيدراليه سعيد فلاك باش ما يخليش يدخل. راني اليوم كان ولا دخل هذا وبوزا لا كيسيون، كاين تواطؤ. سمعت حكيم، كل واحد يتحمل المسؤوليه تاعه. قمه الرداء هذا ماشي هذاك التم الخاين صاحبي. انا لو جات لي انا تدير الصراحه الدوله لازم تدخل. واش هذول اللي كيب ناسيونال تفوضى، كيب ناسيونال تمثل البلاد، تمثل البلاد يعني، والشعب وراها وجمهور وراها. انت تجيب لي واحد يدخل والبيبان مفتوحه عليه ويهدد في رئيس الاتحاد ويهدد في المنتخب ويهدد في شائعات على اللعيبه. هذا صراحه كما قال لك وزير الاعلام لازم فورا يتدخل، حتى الدوله تدخل. يكفينا المهازل هذه. احنا جزائريين صح كيف؟ احنا لازم ندعموا فريقنا بكل وسائل. فريقنا داخل على دوره كبيره وكاس افريقيا، نعم. يمثلنا ندعموه بكل وسائل، حتى ولو صارت حاجه صغيره تتخبى. احنا الحين ماشي حاجه صارت الكذب والتنوفيق، يخرج هذا وصورته في التلفزيون وصورته في الاستماع تاع الصحافه. هذا صراحه هذه قمه الرداء صراحه. انا عمري ما شفتهاش حتى بلاد، هذا نقولها ما شفت حتى بلاد هذه. انا فوضى ولا واش؟ عنده قيمه اكثر من الصحفيين، لا قاري لا عنده دبلوم لا ما عنده والو. هاد البلاد اللي يجي يصدموا يدير باج ويدير المعرفه هذه. انا رايحين بطريقه طيب ماشي للجميع سيد بوراي، ولكن انا ما نتكلمش على الصحفي هذا مع حكيم. انا ما نتكلمش على صحافي ليه 10 سنين 5 سنين هو يقرا يخرج صحافي وتعب ومسهر الليالي. يجيني واحد انا من الشارع ملقط يدي واللي صحافي خلينا. مع احترامنا للجميع. تفضل السي غازي. سي فري وين تشوف الرداء، شوفوا باللي الفريق الوطني تاعنا لو طون اللي لازم ندعموه ونكونوا معاه ونشجعوه، تلقى عباد هكذا يحتموا الفريق الوطني. ولو كان جا صحفي قال فيك داها عنده سورس اوفيسيال ويتكمل يتكلم من حقه يتكلم، بصح هذا يوتيوبر كما قال لك دوكا اللي جا من دبه وهبه يحكم تليفون ويبدا يدير في لي فيديو، يبدا يدير في البوبليكاسيون. سي مالورو كذب. ما كان صرات صح، ما كان صرات صح. سيبوزون هذا اللقطه صرات صح، تحطم عائله اللي السيد تزوج قفص ذهبي، غير كما دخل قفص ذهبي سيد ماريي يروح يدير له مشاكل مع العائله تاعو الصغيره، مع العائله الكبيره، مع والديه. يقول لك وصل باباه يقول لك انا عندي على بالي واش ربيت. سي كراف. احنا الجزائريين لازم نغطيو وكان صرات صح كوفري. السؤال اللي لازم يطرح، لماذا بولبينا بالضبط؟ علاش؟ بوركوا بولبينا سبيسيالمون؟ انا بكل صراحه ما شفت الصوره. هل وضع الصوره؟ لا الصوره السيد حاكم التليفون، لكن ما يدوش باللي كان في الليل ولا شبان ربي كان مسموح لهم التليفون. لكن كيفاش تدخل انت؟ ممنوع يدخلوا. كيفاش جبت الصوره هذه؟ ونزيد نقول لك درك نروح لك بعيد، نمس هذا مش كرامه الجزائر، باسكو راهو يمدح في المغرب.
صح. اسكو سي نورمال، ما قلتلكش تكلم بالسوء على بلد اخر، لكن تحترم بلدك وما تمدحش البلدان الاخرى. انت راك جزائري تدافع على الفريق الوطني الجزائري. دونك سؤالي بقى مطروح. انا تواصلت مع واحد يوتيوبر يعني اللي هو ثاني الى بيبلي هذا الشيء، ونشكروا على الوطنيه تاعو. نحييك خويا الشنوا، انت وطني مخلص، ماشي كيما اليوتيوبر هذا الاخرين باش ماشي كاع كيف دخلتني في ما دخلتلكش، راني نعطي معلومه خطيره تمس امن الفريق الوطني.